السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهاردة مميزة جدا وناس كتير جدا طلبوها، بمناسبة بقى دخول الصيف علينا والحر وتربية الارانب وان الارانب بتموت في الحر، واسئلة كتير من النوع ده. حبيت النهاردة اعمل لكم الفيديو علشان تستفيدوا منه، وتقدروا تقرروا اذا كنتوا هتربوا ارانب في الصيف ولا لا، وايه هي العوامل اللي هتنجح مشروعنا في الحر وفي الصيف والارانب تنتج عندنا بدون اي خسائر او ان هم يموتوا لا قدر الله. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا اتكلمت قبل كده عن مشروع الارانب تقريبا من 3 4 ايام، وقلت لكم على المكاسب بتاعته، وناس كتير في التعليقات قالوا لي طب ازاي هيكسب ويولد وكده وهم اصلا طالع علينا حر وبيموتوا في الحر والمشروع في الحر مش هينجح. انا النهارده اقول لكم بعمل انا ايه شخصيا يعني للارانب بتاعتي، وبتبع معاهم اساليب ايه علشان اقدر اتفادى المشاكل بتاعه الحر والموت بتاع الحر ده. دلوقتي اول حاجه هنبتدي بسم الله كده. اهم شيء في الحر يا جماعه طبعا، احنا بنهتم بالارانب كويس جدا طول السنه، بس نيجي بقى في الحر ده ونضاعف الاهميه بتاعتنا، ونضاعف اهتمامنا بيهم يعني. اول حاجه لازم نتبعها مع الارانب كل يوم يوميا، لازم الميه تتغير، حتى لو في ميه بايته في الاواني بتاعه اللي انت بتحطيها للارانب عندك، لازم تغيريها يوميا باستمرار. لان طبعا انتوا عارفين الارانب يعني حساسه جدا، زي ما بيقولوا كده، ملهاش روح زي الفراخ البيضه بالظبط، وبتتاثر من اقل شيء. طبعا لو بتحطي بقى ميه في الاواني البلاستيك مثلا، لو انت بتربي على الارض زي كده وتحط ميه مثلا في اواني بلاستيك، لا، الاواني البلاستيك بتوصل درجه الحراره بسرعه، يعني لما الجو بيبقى حر والحاجه بتبقى سخنه الميه بتسخن فيها على طول. لكن نصيحتي تحطوا زي ما انا بحط كده في اواني فخاريه، لان الاواني الفخاريه بتفضل محتفظه بدرجه حرارتها الطبيعيه، طبعا بدرجه حراره الميه اللي انت حطيتيها فيها. مهما الجو يحرر المية بتفضل رطبة كده زي ما هي، وبتفضل حلوة، علشان ما تسخنش وتتعب الأرانب لو هم شربوها سخنة. ودايما باستمرار تغيري المية يوميا، ولو مثلا حسيت ان المية سخنت، وحتى لو انت لسه حطاها في نفس اليوم لازم تغيريها بمية تانية ساقعة من الحنفية، يعني مش ساقعة من التلاجة. تاني حاجة عايزة برضو أنبهكم ليها، إن العلف بيعطش الأرانب جدا جدا، لأن العلف زي ما انتوا عارفين بيبقى حامي شوية. فأنا بفضل أحط العلف دوت الصبح بدري وبالليل متأخر، بيبقى الجو رطب شوية. طبعا أنا بتكلم عن الصيف، بحط لهم العلف بتاعهم الصبح بدري، وبالليل يكون الجو متأخر شوية. لكن بين النهار يعني في النص كده بعد أذان الظهر لما الجو بقى يبدأ يحرر قوي، بحط لهم بقى خضرة، ورق كرنب، ورق خاص، برسيم، الحاجات الخضراء اللي ترطب عليهم دي. طبعا انا بتكلم على الارانب اللي عمرها اكتر من شهرين على الخضرة يا جماعة، علشان اقل من كده للخضرة غلط عليهم. بعد كده لو انت عندك ارانب صغيره وفاطماهم مثلا في مكان لوحدهم، وحسيت ان المكان ضيق عليهم، حاولي توسعيه، حاولي تفرقيهم عن بعض شويه علشان النفس وعلشان الحر ما يضغطش عليهم. يعني لو المكان ضيق عليهم وهم مثلا يكونوا بكميه كبيره، لازم تفصليهم، مثلا تحط كل شويه في مكان لوحدهم او توسعي المكان بتاعهم. دايما برضو بنشتكي ان في الحر الارنب بيبقى متفرهد وحران وتعبان، وحركته قليله ومش بيلقح الارنبه، فبالتالي ما بيحصلش ولاده كتير في الصيف. طيب ما هو ده برضو علشان احنا ما بنحافظش عليهم، زي ما قلت لكم كده، تغيير الميه باستمرار. لو في ارانب صغيره لازم نفصلها عن بعض. اما بالنسبه للذكر بقى، فانا هقول لكم ازاي نتعامل معاه في الصيف. احنا نحطه لوحده، نعزله في مكان لوحده خالص بعيد عن الأنثى أو عدد الأنثيات اللي عندك يعني. والوقت اللي احنا حابين نلقح فيه الأرانب ننقله عندها، أو ننقل الأرنبة عنده، أي حاجة يعني. ناخد الأرنبة كده نحطها معاه لحد ما تلقح وبعدين ننقلها تاني. لكن طول الحر نسيب الأرنب في مكان تاني لوحده خالص. طبعا انتوا شفتوا في فيديوهات معايا كتير قبل كده كنت دايما أسيب الأرنب مع الأرانب اللي هي النتي يعني في مكان واحد. لكن في الصيف نبدأ بقى نعزله عنهم خالص، علشان طول ما هو معاهم في مكان واحد هيفضل يجري وراهم ويتنطط، وطبعا الجو حر وهيتفرهد، وصحته هتقل مننا، فبالتالي مش هناخد منه انتاج كويس. يبقى الارنب يفضل موجود لوحده. طبعا انا بكرر الكلام تاني للناس اللي ما بتحبش التكرار، بس علشان خاطر يا جماعه معلش سامحوني، انا باكد على المعلومه مره واتنين، لان والله بقولها في الفيديو وبرجع اتسال عليها تاني في التعليقات.
كده احنا قلنا كذا سبب اهو. بعد كده برضو لازم نراعي ان لو الجو حر جدا في الغرفة اللي انت بتربي فيها لازم يكون في مروحة. المروحة ما تكونش مباشرة كده متوجهة عليهم، لأ. مثلا احنا مش هنحط مروحة سقف، هنجيب مروحة مكتب او مروحة عمود مثلا ونحطها في الغرفة، بس ما نخليهاش تلف عليهم بشكل مباشر، نخليها متوجهة كده في مكان بعيد عنهم. المهم ان هي تدخل هوا في الغرفة بتاعتهم وترطبها شوية من الجو الحر اللي احنا فيه. انا بقول مروحه، بس ما نروحش بقى نجيب مروحه سقف ونثبتها عليهم، او نجيب المروحه ونخليها متوجهه عليهم ليل نهار. طبعا كده غلط، وهيجي لهم برد شديد جدا، وممكن برضو يموتوا منك، لان الارانب زي ما بتتعب من الحر برضو بتتعب من الرطوبه. حاجة تانية، التنظيف تحتهم باستمرار، علشان ريحة الأمونيا وريحة الفضلات اللي هم بيخرجوها منهم يعني بتبقى مش كويسة خالص. ولو فضلت تحتهم في الحر ده بتعمل ريحة وحشة جدا على عينيهم، وممكن برضو تجيب لهم تعب في عينيهم، وفي نفس الوقت نفسهم هيبقى متضايق جدا. انت لو داخلة عليهم ولقيتي فيه ريحة مش هتستحملي تقفي 5 دقايق، فبالتالي لازم هم كمان ما يحسوش ان في ريحة غريبة او في ريحة مثلا هتأذيهم، وخصوصا الارانب الصغيرة. بعد كده برضو من ضمن النصايح او من ضمن الحاجات اللي انا بتبعها في الروتين بتاعي في الصيف، لما تكوني هتحطي ميه حطي فيها ليمون دايما باستمرار، حطي فيها ليمون، علشان خاطر الليمون ده مفيد جدا جدا لاي شيء. يعني مثلا لو غصب عنك والميه كانت سخنه والارانب جم شربوا ميه سخنه، كده بيبقى غلط على معدتهم، فالليمون يعني بيبقى يمنع الموضوع ده شوية. بس بقدر الإمكان ما تخليش المية تبقى سخنة ليهم خالص. بالنسبة بقى للأرانب الصغيرة، انا باكد على الارانب الصغيره لان هي اكتر حاجه ممكن ان هي الحر يأذيها وتموت منك لا قدر الله. بعد ما نعزل الارانب الصغيره بعد الفطام، زي ما قلت لكم كده، نوسع لها المكان كويس جدا، ننضف لها باستمرار. ما نخليش مثلا العلف يبات قدامهم باليوم وبالاتنين. يعني حط العلف اللي هو بتاع التسمين بتاعهم ده، حطيه بالقد، يعني على قد ما هم ياكلوا. تشوفوا مثلا بيخلصوا قد ايه في اليوم، تحط على القد بالظبط، ما تحطيش كتير وتيجي تاني يوم تلاقيه بايت قدامهم. طبعا ده غلط جدا، وخصوصا في الحر زي ما قلت لكم. بكده احنا نكون بنحافظ على الارانب بتاعتنا من الحر الشديد جدا، وخصوصا ان ناس كتير جدا بتخاف تقبل على المشروع ده في الحر، لانهم ما بيبقوش عارفين الاساليب اللي هيتبعوها في الموضوع دوت او في المعامله معاهم، فبيخافوا ان هم يعملوا المشروع ده في الحر لا يخسر منهم وكده. انا النهارده هو قلت لكم على كل شيء بعمله، حاجات كلها بسيطه وتافهه ومش هتكلفك ولا هتتعبك ولا اي حاجه، بس هتفرق جامد جدا في تربيه الصيف مع الارانب. وان شاء الله باذن الله لما تتبعوها هتشوفوا نتيجه افضل واحسن. وكل الناس اللي عايزه تربي ارانب هاتوا، ما تخافوش واعملوا زي ما انا قلت لكم كده. وخصوصا السؤال اللي انا اتسالته، بتقول لي انا عايزه اجيب ارانب، وخصوصا الصيف طالع فانا خايفه ومش عارفه اتعامل معاهم ازاي. الفيديو ده هو في كل الاجابات اللي انت هتتعاملي معاهم بيها. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. انا مش حابه اطول عليكم اكتر من كده، المهم بس تكونوا استفدتم من المعلومات اللي انا قلتها، وباذن الله مشروعكم ينجح ويبقى زي الفل. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.